قناة إخباري مع الممثل والمخرج إبراهيم الباشا. أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. حضرتك كنت أحد المكرمين النهاردة، ممكن حضرتك تقول لنا إحساسك أو شعورك النهاردة إيه؟ طبعا شعور جميل جدا لما حد يتصل بيا ويكرمني وكده، وخصوصا كمان النهارده عيد ميلادي، فكانت احلى مفاجأة. الحمد لله. تمام. أستاذ إبراهيم، ممكن حضرتك تكلمنا عن آخر أعمالك الفنية؟ اخر حاجة بجهز دلوقتي الفيلم تأليفي واخراجي اسمه مشاهير الفيس. واخر حاجة عملتها فيلم روائي طويل سينما مستقلة، فيلم اسمه السر. طلع بطل الفيلم الحمد لله بشخصية العمدة الظالم. وعملت افلام روائية قصيرة كتير جدا بطولة الحمد لله، زي نافع مش نافع وامير واميرة. وعامل دلوقتي برنامج اسمه سلبية وإيجابية. أنا بطل البرنامج، أنا مقدم البرنامج. بتكلم عن سلبيات المجتمع، التعصب، التحرش، السياسة، موضوع إلقاء الزبالة والحاجات دي كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. وعامل برامج كوميدي جميلة أوي في رمضان إن شاء الله، يا رب تنول عجبكم. تناحة مصرية الجزء الأول والثاني ده برضه تقديم أنا. وربنا يكرم يا رب. عامل شوت كاميرا برضه في رمضان 2016 إن شاء الله. طب ايه رأي حضرتك في المؤسسات التعليمية في ضم الفنانين والمطربين لتشجيع المبدعين؟ طبعا جميل جدا. انا اتبسطت النهارده وشفت نماذج جميله او اطفال جميله جدا، ما صدقتش بصراحه ان في المستوى ده هنا. ولقيت الناس كبيره مدعماهم وفرحت بصراحه باليوم. الممثل والمخرج ابراهيم الباشا، شكرا لحضرتك. الله يخليك يا رب، انا سعيد جدا بحضرتك. شكرا.